هذا كنيس بربع. عمو هذا كنيس بربع. عمي هذا كنيس بربع. لا عمي. بدي اصير مثل ذول الشباب رجعوا يداومون ويسوون. انا يعني هم بدي اصير مثلهم. انا يوم اللي اطلع للشغل اهلي ياكلون، واليوم اللي ما اطلع ما ياكلون. وابوي رجال كبير يشتغل عماله، يشتغل عماله ويدفع لي الاجار، واحنا حالتنا تعبانه. انا معايش اهلي، يعني مواليد 2000، يعني هسه مثلي بعز الدلال. انا ما قاعده جد، انا قاعده اشتغل، اريد اعيش امي واخواتي وابوي وامي واهلي. والله يا عم اطلع من 5 ساعة من البيت ما ارجع لهم الا الساعة 3 بل 4. والله عم ذاك اليوم واحد رحت له قلت له عم تريد عليك؟ ها عم هو مشاكل هو وحده وياه. ها عم والله تفل علي، يعني عم استصغرت روحي. قلت هسه انا لو حالتي زينه اجل هيك واحد عم لعب هاي السوالف ما تبكي. يعني هسه انا لو عندي امكانيه وخير من الله ما اشتغل، والله ما اشتغل، والله اروح للمدرسه اعيش احسن حياتي. والله عم البارحه صعدوا ويانا جهال 2 بالسياره. ها عم 2 صعدوا عم ينظفون وملابسهم، ها ومبدلين وكاشخين، ويعني جايين من المدرسه قد حلوه. انا ليش ما اصير مثلهم؟ هاي من ولدت من هاليوم هذا ما في يوم فرحان والله. قضيته كله حزن بحزن. ايش قال الشغل وايش قال البيت، ايش قال الشغل وايش قال البيت. والله يا عمو ما في يوم فرحان والله. من يجي المطر بيتنا يخر علينا، يعني احنا نايمين ويخر علينا والله. هيك فتحة كبيرة بهذا البيت عمي ويخر علينا ينقط. يعني احنا شو يصير بينا بعد؟ والله يا عمي عمري كله ملابس مثل يعني حذاء حلوة. والله ملابس حذاء حلوة عمي. يعني هم بدي البس واشتري واسوي. يضربوني ويقتلوني. يعني انا شو مسوي؟ مو مثلهم عراقي. هاي هسه لو ابنهم يحجون يسوون هيك وياه وتقول حسبي الله ونعم الوكيل. مرتضى، شو تحب انه تقول لي الناس اللي بقدك هسه جاي يتابعوك، الشباب اللي بقدك اللي جاي يشوفوك هسه وانت تتمنى ترجع للمدرسه؟ اي والله. شو تحب تقول لهم؟ شو اقول لهم؟ انا اقول لهم انا هم اريد ارجع للمدرسه، وحق موسى بن جعفر عمو وحق كل حرف بالقران من الساعه 6000 ضاعت لعمي. وخاب محمود قال لي مرتضى يلا على السريع ترى قاعد يخابروك. عمو قلت له والله محمود هو قافل بس هو قافل لي هسه انا راح اروح. عمو انا بالساعه ادور عليه وانه 6000 دينار وكنت ابكي عليه اللي ما لقيته. هو انه 6000 تقول ضايع لي مليون. عمو انا لو عندي ما اقهر عليه ولا ابكي. اي ولقيتهن؟ لا بسيطة بسيطة. انت باستمرار بالشارع يا عمي يضربوني ويسوون يا عمي ويطردوني. يقولون المرأة اذا بتشتغل بهاي الاشياء. اقول لهم عمو الرزق على الله. يعني انا عمي كل واحد هو 2 و3. تعرفوا السوريين عمو، ها 1 و2 و3. لا انا بوحدي ها عمو. ويعني من ذاك يوم مرة 2 موتون تموت. لا عندي اخو يمي ويحاميني ولا عندي بن عم. يعني ما عندي واحد يحاميني اذا ضربني، بس الله يحامي. وبقيت ساكت؟ اي. ما قلت لابوك مثلا؟ والله قلت له عمو قام يبكي. والله يقول لي لا عندي امكانيه ما خليك تطلع. امك شو تقول؟ عمي شو تقول؟ ساكت. والله اليوم انا طلعت
صار لي يومين ما طالع. اليوم طلعت قوة شي تروح من الفراش. تعبان عمي مثلي يظل نايم مرتاح. والله يا عمي شوف ولد جوارين ولد عمي خير من الله. كل واحد تليفون يشتغله بيده وملابس وطلعه. والله انا ما عندي عمي لا موبايل لا آية. هذا اشتريته قندة التليفون ونعمة. اقول الحمد لله والشكر. ما اريد اتفيق على واحد. شو تريد؟ كل العالم جاي يسمعك هسه. جاي يسمعك رئيس الوزراء، وجاي يسمعك الوزير، جاي يسمعك الناس المعنية. شو تحب تقول لهم وانت طفل عراقي؟ هاي طفولتنا. بس اريد اوضح لكل العالم انه هاي طفولتنا احنا. هاي طفولتنا. بعدها بعمر بسيط وحامل مسؤولية. اللي مثله مثل ما ذكر هو بقية البلدان بعدهم مدللين حضن امهم وابوهم. هاي طفولتنا. واحنا يبيع علاليق ويمسح جام بالشارع. وين البراءة بالموضوع؟ وباكر اكبر انه احنا من يكون هو مثلا لا سامح الله انه من يكون مجرم بالمستقبل، من يكون انسان غير محبب بالمجتمع، نجي ونسجنه ونحكمه اعدام ونعتبره كذا. مو احنا من يمنا، احنا من يمنا. هذا لو محتضنينه من الصغر ما كان هيك صار. هذا لو مطينا احنا من الصغر ما كان هيك صار.